الرحمن الرحيم على كل اخواني وحبايبي. طبعا النهارده هنتكلم على مشاكل النادي الاهلي ومباراه النادي الاهلي بتاعت امبارح. بس في بدايه الفيديو اعمل اشتراك للقناه واعمل لايك وصلي على النبي في الكومنتات وادعي لاخواتنا في غزه، وتعالوا مع بعض بقى نجيب القصه كده بالراحه. هل انت شايف كلاعب في النادي الاهلي شايف ان انت كنت راجل امبارح في الملعب؟ لا، انا من وجهه نظري مفيش ولا لاعب راجل امبارح في الملعب. اللاعب اللي ينزل او اللاعب اللي النادي الاهلي ينزل الملعب لازم يبقى راجل ويثبت وجوده. اللاعيبه اللي نزلت اذا كان في التشكيل الاساسي او اللاعيبه اللي نزلت في التشكيل الاحتياطي ما كانش لهم اي لازمه امبارح. هل النادي الاهلي هيسقط على الموضوع؟ لا، ده النادي الاهلي مش هيسقط على الموضوع ده. ليه بقى؟ لان طبعا امبارح الكابتن وليد صلاح الدين وقع عقوبه على اللاعيبه 1,000,000 جنيه على كل لاعب، خصومات مفيش خالص، مفيش مرتبات للاعب لمده 5 ماتشات. 5 ماتشات متتاليه. النادي الاهلي لحد التوقف الدولي في 5 ماتشات. ال5 ماتشات دول فازوا الماتش الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس ياخدوا مستحقات. فازوا الماتش الاول، الثاني، تعادلوا في الثالث ما ياخدوش حاجه. ده العقوبه اللي وقعها الكابتن وليد امبارح، وليد صلاح الدين، وقال لهم كده باللفظ: اللي مش عاجبه النادي الاهلي يمشي. وقال بالنسبه للتجديدات مفيش لاعب يكلمني في التجديدات، مفيش لاعب يقول لي انا عايز ازود المرتبات او انا عايز اعلى بالمرتب بتاعي، مفيش الكلام ده كله. النادي هيعرض عليك مبلغ، عاجبك النادي الاهلي كمل، مش عاجبك النادي الاهلي امشي. طيب مشكله النادي الاهلي امبارح في الماتش، مشكله النادي الاهلي امبارح في الماتش ان اللعيبه نازله خايفه، اللعيبه نازله متوتره، اللعيبه بقى عندها غرور. انا النجم رقم واحد، البديل اللي قاعد بره لا ما ينزلش، اللاعب اللي قاعد على الدكه نفس الكلام بيقول نفس المشكله. انت المفروض انا اللي كنت انزل، المفروض اللي في الملعب ده ما ينزلش وانا اللي مفيش الكلام ده كله. النادي الاهلي مش سياسه النادي الاهلي كده. سياسه النادي الاهلي اني انزل الملعب ايا كان اللاعب اللي موجود، اذا كان بديل، اذا كان لاعب احتياطي، راجل في الملعب. يعني لاعب في الملعب او لاعب احتياطي انت راجل بتنزل تاكل النجيل. ايام الكابتن عصام الحضري، ايام الكابتن وائل جمعه، حسام غالي، كان اللاعب بينزل ياكل النجيله. انا نفسي اعرف فين كابتن النادي الاهلي دلوقتي. انا نفسي مين كابتن النادي الاهلي؟ مين اللي بيحمس اللعيبه في الملعب؟ يعني نفسي موجود. انت عندك 11 لاعب في الملعب، مين اللي بيحمس اللاعب؟ الكابتن مش بالاشاره يا كابتن شناوي. كابتن مش بالاشاره اللي مسك لابس لي الاشاره اقول عليه كابتن يسلم على الحكم والرفه والحاجات دي. ده مش كابتن. الكابتن اللي يحمس اللعيبه. اخر واحد شفناه كان بيزعق كان لاعب تونسي مش مصري، علي معلول. علي معلول اللي كان بيلم اللعيبه في وسط الماتش ويتفق ويقول عن خطه وهنعمل ونتحمس احنا رجاله والكلام. مفيش الكلام ده كله، كل ده اتلغى من بعد علي معلول ما مشي وعمرو السوليه مشي. مفيش كابتن في الملعب. يعني لحد دلوقتي يا كابتن تريزيجيه انت امبارح بتعمل للجمهور وش ولا بتعمل لواحد انت هتعلق نفسك بالجمهور يبقى مش هتلعب. انت من ساعه ما جيت اصلا ما عملتش حاجه، من ساعه ماتش انتر ميامي وانت تحت الصفر واحنا بنقف وراك، تحت الصفر واحنا بنقف وراك وبنقول ان انت اللي جاي، انت اللي هتقدر تبقى كابتن النادي الاهلي وتحمس اللعيبه لان انت من ابناء النادي الاهلي. انا نفسي افهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده. امبارح ماتش سيء جدا للغايه، مفيش لا مفيش حماس، مفيش رجوله في الملعب. انبي يعني احنا تعادل مع انبي. التشكيله مش وحشه، الناس اللي نازله دي مش وحشه. يعني هو بادئ بالشناوي، كوكا، مصطفى العيش، بيكهام، محمد هاني، مروان عطيه، اليو ديانج، محمد علي بن رمضان، تريزيجيه، واحمد السيد زيزو، محمد هيبدا بمين؟ احسن لعيبه موجوده في الملعب، لعيبه رجاله ولاعيبه بتلعب منتخب مصر. هنعمل لكم ايه تاني؟ المشكله مش في كنا بنقول المشكله في ريبيرو. دلوقتي المشكله مش في ريبيرو، المشكله فيكم انتوا اللي مش رجاله في الملعب، انتوا اللي مش لاعيبه في الملعب. انت كلاعب المفروض انت راجل تنزل تاكل النجيله، تنزل تخلص الماتش من اول ربع ساعه. المدرب مش هينزل يلعب لك، المدرب بيحط لك الخطه والمفروض اللعب عليك. انت ما فيش اي اداء منك في الملعب كلاعب النادي الاهلي. انت ده المصري ده او العلم ده او التيشيرت ده بتاع النادي الاهلي، انت مش عامل له حساب. انت لو عامل له حساب كنت هتاكل الملعب. المفروض يبقى في وقفه من اداره النادي الاهلي للعيبه دي. القرار اللي خده الكابتن وليد سليمان ده احسن قرار، وقف مستحقات اللعيبه على طول. انت بتلعب عشان خاطر الفلوس، فين الاداء اللي انت بتدعي عشان خاطر اديك فلوس او عشان خاطر اديك المرتب بتاعك؟ مفيش اي اداء، مفيش اي تكنيك امبارح، مفيش اي حاجه خالص. وتريزيجيه بعد 6 ولا 7 ماتشات ولا كام ماتش جاي جاب هدف بيقول للجمهور وش.
وش ايه ولا اسكت ايه؟ بتسكت مين؟ مش انت اللي تقول عليك كده، او مش انت اللي تعمل كده. انت كابتن هتبقى كابتن من ضمن الكباتن بتاعت النادي الاهلي. انت ابن من ابناء النادي الاهلي. انت يا محمد يا هاني فين؟ يا كابتن شناوي، انت مش واقف في الجول وخلاص. انت كان عندك اخطاء امبارح. يا احمد يا نبيل يا كوكا، ايه انت مش واعي؟ اخطائك امبارح كتيره، ما كنتش ظاهر. بيكهام انت مش جاي من سيراميكا عشان خلاص عشان تتعبنا احنا. اليو ديانج صفر، مستواك امبارح كان نيله. في ايه يا عم؟ انت فين اللعيبه دي؟ وبتتشرط على ايه؟ عندك تتشرط عشان تاخد فلوس يا اليو ديانج وعايز مرتب كذا. فين اداك؟ انت امبارح اداك ما كانش كويس. مروان عطيه تحت المتوسط. محمد علي بن رمضان بعد كاس العالم بقى علي بن رمضان، مفيش محمد ده خالص، بقى علي ربيع. ده فين يا محمد علي بن رمضان؟ مش ظاهر. اللعيبه دي هنعمل ايه طيب؟ تعبنا. عايزين لعيبه رجاله في الملعب، عايزين اداء رجولي في الملعب من اللعيبه. يا كابتن عماد تشد اللعيبه دي، اللعيبه دي المفروض تتشد. والقرار اللي خده الكابتن وليد صلاح الدين امبارح ان منع الاجازه ده القرار الصحيح. منع مرتبات، مفيش مرتبات وخصم منهم، خصم منهم مليون جنيه، ده من القرار الصحيح. لازم اللعيبه دي تتشد. ايام الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي كان بيتكلم مع السلامه كانش في لاعب بيقدر يقول بينه. من تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ دخل على الكابتن ابو تريكه اللي هو افضل لاعب من وجهه نظر ومن وجهه الناس كلها في مصر واحسن لاعب في مصر. ابو تريكه مضى على بياضه ومشي. شويه لعيبه ما لهمش اي لازمه جايين يطلبوا بالملايين ويقول لك احنا عايزين نجدد وعايزين فلوس. فلوس ايه اللي انت جاي تتكلم فيها النادي الاهلي وانت ما بتعملش اداء؟ 5 ماتشات 15 بونت وبقى معاك 6 نقاط، 6 من 5 ماتشات. ليه؟ النادي الاهلي ايه؟ اسوأ بدايه في حياته. ماله النادي الاهلي؟ ليه اللعيبه حاطه في دماغها الاداره ومش مالكوش دعوه بالاداره. الاداره دي جنب الواحد. الاهلي طول عمره قافل على نفسه. لو في مشكله في الاداره لوحديها، اللعيبه في الملعب لوحديها. انتوا مشكلتكم فين؟ ادائكم فين؟ مش مركزين. يعني انا مش عارف والله العظيم. انا تعبت يعني من اداء النادي الاهلي واداء اللعيبه. كلنا في ظهركم بس العبوا كرجاله في الملعب. خلصوا الماتش في الملعب. وانت يا احمد يا سيد زيزو امبارح نزلت. انت عارف نفسك مصاب، بتلعب ليه؟ انت عارف نفسك مصاب امبارح، انت بتلعب ليه؟ والجهاز الفني بيقول لك انت جاهز، تقول له اه انا جاهز وهلعب. 26 تطلع طالع مصاب. خليت كل الناس تتكلم يقول لك اصلا بيهرب من ماتش الزمالك اللي لسه قدامه 3 ماتشات. لسه قدامنا ماتشين وماتش الزمالك الثالث. خليت الناس تقول لك ان انت بتهرب رغم ان احنا معاكم وفي ظهركم. اللعيبه دي لازم تبقوا رجاله في الملعب. يا ريت كل اللعيبه النادي الاهلي يعني تبقى راجل في الملعب، تقدر التيشيرت اللي انت لابسه، تقدر النادي اللي انت فيه. يعني مكانك بدل الواحد مليون نفسه يدخل النادي الاهلي، ناس بتلعب في مراكز شباب نفسها تدخل النادي، تدخل بس مش تلعب في النادي الاهلي. يا ريت تبقوا رجاله ويا ريت تقدروا التيشيرت بتاع النادي الاهلي. تعالوا مع بعض بقى نقيم اللعيبه امبارح. تقييم اللعيبه بالنسبه لمحمد الشناوي. محمد الشناوي امبارح غلط كتير، بالنسبه لي 3 من 10. كوكا 0 من 10. هو انت كفايه عليك وامشي. مصطفى العش 1. بيكهام انت جاي من سيراميكا كليوباترا عشان تجلطني 0. محمد هاني الوحيد اللي شفته امبارح في الملعب 6 من 10. مروان عطيه انت ما كنتش ظاهر امبارح 4 من 10. ديانج 0. محمد علي بن رمضان من ساعه كاس العالم وانت مش ظاهر، مش عارف مالك 1. احمد سيد زيزو 26 ده اللي لعبهم طبعا اتصاب وخرج ونزل طاهر 26 2. بالنسبه لتريزيجيه تقييم تريزيجيه بالنسبه لي عشان الهدف والحركه اللي عملها ف4. بالنسبه لطاهر محمد طاهر اللي نزل بديل 3. محمد شريف 1. امام عاشور نزل طبعا، امام عاشور بديل ما عملش اي حاجه 1. قفشه 1. بن شرقي 2. استنونا في فيديو جديد واخبار جديده. بس اهم حاجه ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وتعمل لايك وتدعي لاخواتنا في غزه. صلى على النبي في الكومنتات. مستنونا في اخبار جديده.